السلام عليكم، ازيكم النهارده عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. ومش في الفرن خالص، ده على البوتاجاز، طريقة سهلة. وانت شايفة اهو النتيجة بتاعته جميلة جدا ومورقة خالص. يا سلام، طعمه في منتهى الجمال، هيعجبك جدا ومقاديره بسيطة جدا. هنبتدي مع بعض بالمقادير بتاعته. معايا انا حطيت نص كيلو من الدقيق، ومعايا رشة من الملح، وهعجن بمية. يبقى دقيق وملح ومية. طبعا انت بتعجنها على حسب العجينة، يعني على حسب المية ما تاخد من العجينة. تمام، عشان نوع الدقيق بيختلف من نوع لآخر. فضلت اعجن فيها كده، وطبعا بتزودي المية حبة بحبة. ما تزوديش كتير قوي علشان ما تعجنش منك. طريقته سهلة جدا. ممكن ينفع غدا، ممكن ينفع عشاء، فطار، زي ما تحبي. ومورق زي ما انت شفتي في اول الفيديو. تمام، هتفضلي تعجني فيه كده لمدة من 5 ل10 دقايق كده، لغاية ما ينعم خالص معاكي. انا كملت عجن على الرخامة اهو، زي ما انت شايفة ناعم خالص اهو. اهو وطري جدا، ويا سلام العجينة كمان ليها عرق جميل كده. تمام، هدهن بقى شوية زيت في الطبق اللي انا عاجنة فيه، وبعد كده هسيبها ترتاح لمدة نص ساعة او تلت ساعة. بس اهم حاجة انها تاخد وقتها في الراحة شوية. هتغطيها. بعد كده اهي جبت طبق، حطيت فيه شوية من الزيت، قطعتها لكور متساوية. تمام، حاولي تخلي ايدك الكرة قد التانية. شفتوا العجينة ملبن خالص ازاي؟ سهل جدا، مفهوش اي افتكاسات خالص، وبسيط. كملت باقي العجينة وهي. وبعد كده جبت سمنة على زيت او زبدة على زيت، بلاش زيت بس علشان نتيجته مش كويسة. هنعملها بسمنة على زيت. هي المفروض ندهن شوية زيت على الرخامة وبعد كده نحطها. انا عملت كده. هدني افرد فيها، ولو حتة اتقطعت منك كده او كده عادي، مش مشكلة. هي كده 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 احنا بنغلفه اهو زي ما انت شايفة. طبعا بندخل هوا في العجينة من تحت. هدهن زبدة او سمنة على زيت. هقفلها كده زي الظرف. كل قفلة هدهن شوية سمنة على زيت من اللي انا عاملاه مسيحيهم. تمام كده، تبقى شبه الظرف. بعد كده هدهن شوية زيت تاني. فردتها. تمام، هقفل عليها برضو. حطيت اللي انا عملتها اول واحدة فيها، وتقفلي ايوه بالطريقة دي. تمام كده. انا هعملها 3 طبقات. انتي عاوزة تزودي براحتك على حسب ما انتي تاخد معاكي العجين. ممكن تعملي كيلو دقيق، ممكن تكملي يعني تعملي كمية براحتك. عايزة تزودي كور العجينة ماشي عادي برضو. تمام، فردتها هي تالت واحدة. بعد كده هجيب الاتنين اللي انا كنت عاملاهم. بعد كده هقفل عليها اهو، وهدهن برضو. تمام كده، اهي اول واحدة جاهزة معايا. هجيب طبق بقى واحطها فيها، رصها فيها. تمام، انا بوريها لك تاني اهو.
كده 2 اهم. دي كده 2، لسه واحدة هكملها. بدهن برضو مع كل رق، لازم تدهني دهنة من السمنة علشان تبقى مورقة معاكي. ولما تعمليه هنعملها على البوتاجاز، محدش هيصدق ان ده على البوتاجاز خالص، وهيقولك ان انتي حاطاه في الفرن. طعمه كان خرافة. كده هم دي 3 ودي 3. هعمل بقى ال3 التانيين وبعد كده هوريهملك. تمام. اهم بقوا جاهزين معايا. انا دلوقتي هسيبهم في التلاجة لمدة نص ساعة، او ممكن لو انت مستعجلة عليهم تسيبهم في الفريزر لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، وبعد كده تشتغلي فيها. اهم حاجة ان السمنة او الزبدة اللي جوه الفطيرة انها تاخد مساحتها شوية، يعني بحيث انها تتجمد، تكون جامدة شوية علشان تقدري تفرديها وما تسيحش من العجين. تمام كده، انا فردتها بس على الرخامة، مش هفردها قوي. وبعد كده هحطها، هجيب صينية اهو على النار، هوطي النار خالص زي شعلة الرز كده، يعني الشعلة بتاعت ما احنا بنوطي على الرز. هنحط فيها شوية من السمنة او اللي احنا كنا عاملينها، وبرده سمنة وزيت، وهسيبها فيها. طبعا انت هتدانك واقفة جنبها، ما تسيبهاش عشان هي بتستوي على طول. ممكن اقولك يعني 5 دقايق وبتقلبيها على الوش التاني، والنار تبقى هادية زي ما قلتلك. تمام كده اهو. انا هقلبها لك بقى على الوش التاني، بس بدهن شوية من السمنة على وشها بس كده. مش عايزة تدهني وموجودة في الصينية عادي برضو، ممكن ما تدهنيش. اهو يا سلام، شايفة بقت لونها ذهبي ازاي؟ ما اتحرقتش، كويسة جدا، جميلة جدا، وبألف هنا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبك. شايفة عاملة ازاي؟ مورقة جدا وهتعجبها، هيعجبك طعمها. ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. واو، طعمها جميل جدا وشكلها اهو مشهي جدا. تمام. انا قطعتها كده بشكل مثلثات وحطيتها في صينية، ودي حاولت ان انا هوريها لك كده بحيث ان انت تشوفي شكلها بقت عاملة ازاي. وبألف هنا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبك. مع السلامة.